تعيش جماهير الرجاء الرياضي في الآونة الأخيرة حالة من القلق وعدم الرضا بسبب القرارات التقنية التي اتخذها المدرب لسعد الشابي، والتي يرى الكثيرون أنها لم تخدم مصلحة الفريق بل أضعفته على مستويات عدة. من بين أبرز النقاط التي أثارت غضب الأنصار: رفض الشابي التوقيع مع المهاجم الكونغولي ملانجو رغم حاجة الرجاء لمهاجم قوي قادر على ترجمة الفرص إلى أهداف أو على الأقل كبديل لخافي، خاصة وأن ملانجو يمكن أن يقدم حلا في المباريات التكتيكية من خلال استغلال الكرات الثابتة والعرضيات بالرأسيات على سبيل المثال. وهو قرار يعتبره كثيرون بمثابة خسارة كبيرة للفريق، خصوصا أن اللاعب ترك بصمة واضحة في تجاربه السابقة مع النسور. إضافة إلى ذلك، قام المدرب بجلب اللاعب أوركوما الذي لم يقدم ما كان منتظرا منه، حيث ظهر بمستوى متواضع لا يليق بفريق ينافس على الألقاب. ورغم الأداء الضعيف الذي قدمه أمام الفتح في القنيطرة، أصر الشابي على إشراكه مجددا في مباراة الكلاسيكو ضد الجيش الملكي، متجاهلا البديل الشرايبي الذي برهن على مستوى مقبول يتميز بالاتزان والهدوء والقدرة على التعامل مع الضغوطات وإخراج الكرات بذكاء. تعادل الرجاء أمام الجيش الملكي في قلب الدار البيضاء زاد من حدة الانتقادات، إذ كان الجمهور يطمح لتحقيق الفوز لإعادة الثقة والهيبة داخل المركب الرياضي محمد الخامس، لكن الأداء جاء باهتا، حيث بدا الشابي عاجزا أمام أسلوب الضغط العالي والدفاع المتقدم الذي اعتمده الجيش، ولم يتمكن فريقه من بناء الهجمات سوى في لحظات قليلة ونادرة. من جهة أخرى، شكل الجيش الملكي خطورة كبيرة على دفاع الرجاء الذي ظهر مفككا وغير منسجم، وكان قريبا من حسم المواجهة لولا تدخلات الحارس الحرار الذي أنقذ الفريق من خسارة محققة. كل هذا حدث رغم الدعم الجماهيري الكبير. وسط هذه الأجواء، برز اسم المدير التقني الجديد للرجاء سيباستيان سوماكال، إذ تشير بعض الأخبار إلى أنه قد يمتلك فعلا بديلا جاهزا لتعويض الشابي إذا تقرر إقالته. وتقول مصادر أن سوماكال سبق أن نبه الرئيس السابق جواد زيات إلى محدودية المدرب التونسي، وهو ما يعزز فرضية أنه يملك رؤية واضحة لاختيار مدرب أكثر انسجاما مع متطلبات المرحلة الحالية. مستقبل الشاب على المحك، خاصة أن الرجاء ينافس فقط على الألقاب المحلية هذا الموسم، وينوي ضمان مقعد قاري الموسم المقبل، وهو ما يجعل أي تعثر أو تراجع في المستوى أكثر كلفة وإحراجا للإدارة أمام جماهيرها. إقالة الشابي تبقى واردة بقوة في حال لم تتحسن النتائج ولم يظهر المدرب مرونة في تصحيح اختياراته الفنية والتكتيكية. إدارة الرجاء تدرك أن الضغط الجماهيري كبير، وأن أي تهاون قد يكلف الفريق موسما كاملا بلا ألقاب، وهو ما لا تقبله مؤسسة بحجم الرجاء الرياضي. وفي الأخير، تبقى الآراء منقسمة بين من يرى ضرورة الصبر على الشاب لبضع جولات أخرى باعتباره المشرف على الانتدابات والتحضيرات، وأن البطولة ما تزال في بدايتها، وبين من يعتبر أن رحيله في أقرب وقت هو الخيار الأنسب حتى يتسنى للمدرب الجديد إيجاد التوليفة المناسبة والعمل مع المجموعة لوقت أطول. فبرأيكم، هل على الرجاء أن يمنح الشاب فرصة إضافية، أم أن التغيير أصبح ضرورة ملحة؟